لو إحنا حبينا نشتري شقة أو فيلا أو استثمار سكني بشكل عام، هنلاقي 3 مناطق مميزة عندنا بالنسبة للاستثمار السكني. مبدئيًا الأحياء السكنية عندنا R1 R2 R3 R4 R5 R6، عندنا الR7 والR8 منطقة المستثمرين دي اللي هي الطرح الأول المميز. أول حاجة هنلاقي ال3 المناطق دول هم أميز مناطق للاستثمار، اللي هي منطقة المستثمرين والR7 والR8. أول منطقة عندنا منطقة المستثمرين هي 800 فدان، ودي الطرح الأول المميز، أول منطقة انطرحت بالنسبة للسكن في العاصمة الإدارية الجديدة. هتلاقوا فيها أكبر مطورين، وهي أقرب حاجة لبن زايد الجنوبي، هي على بن زايد الجنوبي دايركت وعلى النهر الأخضر، أكبر حديقة مركزية حول العالم كله. بعد كده هنلاقي تاني منطقة عندنا منطقة الR7 أو الحي السابع في العاصمة الإدارية الجديدة، هنلاقيها على دائري العاصمة الإدارية الجديدة قدام منطقة المعارض الدولية أو أكبر مدينة معارض دولية موجودة في العالم، وقدام منطقة الميجا مولز موجود فيها 3 جامعات انترناشونال. لو حضرتك بتفكر في استثمار، نصيحة مني حاول تبقى قريب من الجامعات الانترناشونال دول، او قريب من حي الدبلوماسي او حي السفارات اللي فيه كل سفارات العالم، اللي هو سور بسور او ما بين الار 7 وحي السفارات شارع واحد بس. خليك قريب من دول. وبالفعل هنا عندنا جامعة البي اي او جامعة كوفنتري، دي شغالة بالفعل بقالها سنتين، ونقدر نمتلك جنبها شقة أو فيلا للاستثمار. هيكون العائد حواليها بالدولار، والكوميونتي فيها راقي جدا، ده قياسا على اي او سي في التجمع الخامس. فاحنا كده لخصنا سريعا منطقة المستثمرين ان هي اعلى كوميونتي وفيها فيلل، زائد ان الكثافة السكانية فيها قليلة والمطورين كبار. الار 7 فيها انشاءات عالية جدا، وحاول تقرب للجامعات واشتري قريب من الحي السفارات. اخر منطقة المنطقة الجميلة اللي بحبها جدا الحي الثامن او الار 8، ودي شيخ زايد العاصمة الإدارية الجديدة على اعلى تبة 2500 فدان. وفي نفس الوقت الجميل فيها ان هي في صفر السهم السعري، يعني حضرتك تقدر تشتري باقل سعر متر في المنطقة دي وبأطول فترة سداد، ولكن الحياة فيها هتكون آخر منطقة تشتغل في المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة. فممكن نقول الحياة فيها بعد 4 سنوات مثلا هتبقى كاملة.